احسن والذ كغاتان ديال البطاطا تجربوا لحد الان بلا لحوم بلا والو. كيلو ديال البطاطا منقي دوائر من بعد ما غسلته ونقيته في الماء ويتسلق مع شويه الملحه. في مقلاه غادي ندير مع بصله كبيره مع معلقه الزبده وجوج معالق ديال الزيت شويه ديال الملحه وفص الثوم، نشحرهم مزيان، نضيف لهم خيزوه كبيره محكوكه وشويه الملحه شويه البزار ونخليه يتشحر مزيان. نضيف ليه جوج معالق كبار ديال الطحين، نحاول نمشيه مزيان تيدخل ليا، ومن بعد نضيف ليه نص سيترو ديال الحليب ونبقى تنحرك فيه. من بعد غادي نضيف قبطه ديال لي زيبينار اللي مقطعه رقيق، غادي نضيفها على الخليط ونخليه كيتشحر مزيان حتى يتعلك ليا، غيولي بحال البشاميل. نحطو على جنب وناخذ الاناء اللي غيدخل الفران. ستفت البطاطا من بعد ما غلات 5 ديال الدقائق، ضفت عليها طبقه اولى نصف من الحشوه، ندير الفرماج محكوك، من بعد نستف باقي ديال البطاطا ونضيف باقي الحشوه من الفوق، نوزعها على الوجه ديالها مزيان مزيان وحتى هي نزينها بالجبن. هنا راه درت الجبن الاحمر وهذا هو الشكل ديالها. ندخلها الفران طيب حتى كتقرا تينا، راه عندها 20 دقيقه هي واجده. كيجي بنين ومعلك ولذيذ ما تشبعوش منه، والاهم بلا لحوم. وليداتك لما كانوش ياكلوا السبانخ في هذه الوصفه غادي ياكلوها. جربوها وردوا عليا الخبار وبصحه والراحه.